مع بعض الصبح من البيت، نزلوا على العربية وهو بيسأل باباه ويقول له طمنوك على العملية يا بابا. فقال له حبيبي العملية سهلة جدا وناس كتير عملتها. والأب دار وشه ونزلت منه دمعة وهو عارف إنه ماضي على إنه مسؤول عن أي حاجة هتحصل في العملية، لأن الدكتور قال له إن العملية خطيرة قوي وممكن يموت فيها ابنه. أكيد موقف صعب جدا لما ابنك يسألك أخبار العملية الجراحية اللي أنا هعملها إيه يا بابا؟ أنت بتبقى مش عارف ترد عليه. إيه رأيك لو هي مش عملية جراحية ولو إنك أنت واخد ابنك عشان تذبحه وبعدين تقدمه محرقة؟ تحس بإيه؟ ولا سيما لما ابنك يسألك السؤال ده ويقول لك بابا السكين معايا والحطب موجود، هو الخروف فين؟ اللحظة دي أنا بحس إن الزمن لازم يقف والتاريخ لازم ينتهي. الأب يرد في الوقت ده على ابنه يقول له إيه؟ أنا لما حطيت نفسي للحظة من الزمن مكان أبونا إبراهيم وإسحاق بيسألوا أين الخروف للمحرقة يا أبي؟ أنا حسيت إني اتشليت تماما. لكن اسم الله النهاردة هو الاسم اللي أنقذ إبراهيم من أصعب لحظة في حياته، لما بص لابنه وقال له الله يرى يا ابني الخروف للمحرقة. والكلمة دي اللي إبراهيم قالها سمى المكان بيها بعد كده، وهنعرف ليه سماه بيها. ما قالش الله يرى، لكن سماه يهوى يرأى. ويرأى في العبري هي مش بس يرى، لكن يرى ويدبر. المثل المصري المعروف العين بصيرة والإيد قصيرة، ده كل البشر كده، شايف بس مش قادر. لكن المثل ده لما تحطه قدام الرب هتلقاه العين بصيرة والإيد قديرة، العين بصيرة والإيد حكيمة، العين بصيرة والإيد تعرف تعمل حاجات غير عادية. مفيش ولا مرة جت أن الله رأى في الكتاب إلا وبعدها مباشرة في فعل حصل. الله لما بيشوف مش بيتفرج، الله لما بيشوف بيتصرف. الكلام بتاع النهاردة وعايزك تتمسك بيه قوي، أنه يرى ويدبر. لو انت حاسس انك متجاهل او انت حاسس انك بعيد عن الكاميرا الالهيه، من بين 7 مليار بني ادم الرقم اللي لو خدته بالترتيب تقراه هتاخد 90 سنه من عمرك تقرا الرقم بس. من بين 7 مليار دول كاميرا العنايه الالهيه مش هتسيبك ومش هتخطئ في معرفه مكانك، مش بس عشان تراقبك، مش بس عشان تشوفك، لكن عشان هي مهتمه انها تعمل اللي لمجد الله واللي لخيرك في نفس الوقت. اوعى تنسى إنه مش بيبطل يشوف، ومش بيبطل بعد ما يشوف ياخد القرار الصح في الوقت الصح عشان يتمجد هو وعشان خيرك أنت. سمعت صوت الله بيناديني إبراهيم، وكالعادة قلت له تحت أمرك يا رب. وطلبه وجعني وخبط فيا كأب. قال لي خد إسحاق ابنك وحيدك حبيبك وروح بيه أرض المرية، وفي مكان هوريهولك قدمه ذبيحة ليا. طار من عيني النوم وصحيت الصبح بدري، جهزت حماري و2 من خدامي وإسحاق ابني. كان قلبي بيتقطع وأنا بقطع الحطب للذبيحة. مشينا مسافة 3 أيام، وفي اليوم الثالث لمحت المكان من بعيد اللي هقدم فيه ابني الوحيد. طلبت من الخدامين يستنوا هنا مع الحمار. قلت لهم هروح أسجد أنا وابني ونرجع في الحال. وجه أصعب طريق مشيته. أخدت الحطب وعلى كتف ابني حطيته، وأخدت في إيدي السكينة والنار، ومشينا أنا وابني. وسأل سؤال زود همي، يا بابا النار والحطب جاهزين للذبيحة، لكن فين الخروف اللي هنقدمه ذبيحة؟ قلت له الله شايف وعارف احتياجاتنا. ووصلنا المكان اللي الله شاور عليه. بنيت المذبح ورصيت الحطب وربطت ابني عليه. الدموع في عينيا والسكينة في ايديا، ولسه همدها لقيت صوت الله بينادي عليا. رديت تحت أمرك يا رب. قال لي ما تأذيش الصبي، أنا اتأكدت إنك بتحبني لما ما منعتش ابنك الوحيد عني. لقيت كبش مربوط قرونه في الشجرة اللي جنبي، الله كان مجهزه، وقدمته ذبيحة بدل ابني. سميت المكان ده يهوى يرقى، لأني شفت الإله اللي بيدبر ويسدد الاحتياج ومش بيسيب اللي بيحبه محتاج. يهوى يرقى.
راجل شيخ ابنه شايل الحطب اللي هيتعمل مذبح اللي هيتربط عليه ويقدم ذبيحة. وفي لحظة دراماتيكية خطيرة في المشهد والسكينة بتترفع، وما كانتش سكينة ستانلس ستيل زي اللي عندك في البيت، لكن كانت حجر متسنن من الصوان، والمنظر في قمة الخطورة والسكينة بتهوي. فجأة في اللحظة دي بيتسمع صوت: بس يا إبراهيم ارفع ايدك عن الغلام لأني عرفت إنك خائف الله، لم تمسك ابنك وحيدك عني. في نفس اللحظة بعدها بدقيقة واحدة يسمع إبراهيم صوت جاي من وراه، كبش ممسك في الغابة بقرنيه. يفك إسحاق وينزله من المذبح وياخد الكبش ويضعه. تعرف ده كله ليه؟ لأن إبراهيم قال كلمة لإسحاق قبل اللحظة دي ما تيجي. قال له: يا حبيبي، الله يرى ويدبر. اسمع، الله رتب الحل قبل إبراهيم ما يوصل للمكان. الله رتب الحل من وراء إبراهيم مش من قدام. والله رتب الحل، وفي الآخر اتمجد ربنا إنه عمل أخطر من مكان ممكن إن أي إنسان يتخيل إزاي الحل جاي. الله رتب الحل قبل إبراهيم ما يوصل. الكبش كان ممسوك بالفعل وإبراهيم بيقدم إسحاق. الكبش مش لسه هيجي ولسه هيتمسك ولسه هيتربط. استنى إبراهيم لما أدور لك على كبش، لا، الحل كان موجود في المشهد قبل الأزمة ما تحصل. دي أول حاجة عايز أقولها لك، ربنا بيرى ويدبر. لكن الحل كان موجود خلف إبراهيم. يعني مرات ما تكونش شايف الحل قدام وتفضل تبص حواليك، ويمكن الحل يكون جاي لك من ورا مش من قدام. مفاجأة من أجمل المفاجآت. لكن الحل كان غريب، إنه ممسك بقرنيه في الغابة. القرون إشارة للقوة، فالكبش قوته في قرونه، وربنا كان ماسكه من قرونه في الغابة بقرنيه عشان يقدم ذبيحة. وزي ما يكون ده ما كانش مجرد كبش عادي، ده كان كبش قوي وكان له قرون، ومع هذا كانت قرونه مربوطة. يعني ربنا يقدر يمسك الحل بقوة عشان لما يتقدم ليك ذبيحة أو يتقدم ليك كبديل عن إسحاق أو عن أي حاجة أنت شايف إنها في عداد الموت، تبقى متأكد إنها ما كانتش مجرد صدفة، إنه كبش كان معدي فأنت مسكته. ده كان ممسوك لك أنت تحديدا. عارف ليه؟ لأن إلهك بيرى ويدبر. اوعى تتراجع، اوعى تتخلى، اوعى ترمي هذا الإقرار ورا ظهرك أنه يهوى يرأى. الله الذي يرى ويدبر.